صباح الفل عليكم. انا معاكم كاترين مرشدة سياحية بالعربي. النهاردة حبيت اكلمكم عن حاجة مختلفة شوية، الا وهي انه في حاجة حصلت في مصر، يعني بيأرخها المؤرخين وفقا للجيولوجيا اللي حصلت في العالم كله في الوقت ده. أثرت على مصر، أثرت على الحضارة اللي كانت موجودة. وفقا لعلم الآثار والتاريخ احنا بنقول ان الحضارة بدايتها كانت 3200 قبل الميلاد، بس في الحقيقة واضح ان ده كان قمة الحضارة او نهاية الحضارة. لكن الحضارة ما ينفعش نقول ان هي ابتدت 3200 قبل الميلاد، بس ده بما انه العصر الاقدم اللي لقينا فيه حاجات مدونة ومكتوبة، معنى ده انه الموضوع كان اقدم من كده بكتير. بس بما ان مفيش حاجات مكتوبة، مفيش وثائق، مفيش اي حاجة، فبنقول انه بداية الحضارة وبداية عصر الاسرات، الاسرة الاولى كانت في 3200 قبل الميلاد. لكن زي ما احنا حديثا لقينا حاجات بتقول ان احنا ما كانش عندنا بس الاسرة رقم واحد، لكن قالوا ان في حاجة اسمها الاسرة رقم زيرو، يعني ده قبل الاسرة الاولى. ومؤخرا من كام اسبوع كده لقوا حاجات اقدم من مينا او نارمر اللي هو موحد القطرين، اللي هو مؤسس الاسرة الاولى، اشهر واحد يعني معروف. لقوا حد قبله ومكتوب ان مصر العليا والسفلى كانت اوريدي يعني موحده، يعني مش هو مينا اللي وحد القطرين زي ما كل الناس عارفه، لا الموضوع كان اقدم من كده بشويه. فاحنا موجودين هنا في متحف الحضاره، الجزء اللي ورايا ده حاجات كتيره بترجع للعصر الستون ايج. طبعا الستون ايج ده او العصر الحجري كانت عصور حجريه، مش عصر حجري واحد، النيوليتي والبايوليتي وحاجات بقى كتير كده اهو. يعني مش هنخش في تفاصيلها لان هي لا تعنينا قوي قد ما يعنينا الحاجات ورا الكلام ده. معنى الكلام ده ايه؟ احنا بنقول انه تقريبا في 10,000 او 10,500 قبل الميلاد في كارثة طبيعية حصلت. لقينا دلائل كتيرة للكلام ده، مش بس في مصر، في حتت مختلفة في العالم. فاحنا مش عارفين اذا كانت الحضارة المصرية كانت في الوقت ده منتشرة في يعني كذا مكان في العالم، ولا كان في حضارات قديمة وكلهم متصلين ببعض. يعني دايما بنقف في حتة ان احنا ما عندناش دليل مادي مكتوب لغاية دلوقتي عشان نتكلم بقلب يعني عن الكلام ده. بس وفقا لحاجات كتير أثرية لقيناها بنقول انه في من الحاجات القديمة جدا اللي عندنا في مصر كآثار حاجات موجودة بنأرخها من 8000 ل 10,000 قبل الميلاد. طبعا الجزء الفيترين اللي ورايا دي حاجات اقدم من كده بكتير، يعني هنقرب منها شوية، بس خليني اعرفكم الكلام اللي انا بقوله ده معناه ايه. اغلب الظن انه حصل تغيير مناخي ضخم جدا في كذا حتة في العالم، او يمكن في العالم كله، ومصر كانت من البلاد اللي اتأثرت بالتغير المناخي ده. واضح انه كان في مثلا وارد يكون حصل طوفان، وارد يكون كان عندنا امطار غزيرة وفجأة تحولنا لمناخ دراي، يعني او مفيش امطار او جفاف حصل. بس في كلايمت تشينج كبير جدا وضخم جدا ملموس واستمر وقت شوية حصل في مصر. قد يكون ليه علاقة بالقصص اللي بتحكيها الأديان المختلفة. يعني كل الأديان هنلاقيها بتتكلم عن طوفان حصل، اللي هو طوفان نوح وسفينة نوح، اللي كل الأديان بتتكلم عنه. حتى الأديان الوضعية اللي هي مش المسيحية والإسلام واليهودية، دايما في قصة ليها علاقة بغرق وليها علاقة بحدث عظيم حصل وحاجة كده هو حصل. بس النقطة دي بنتكلم فيها عشان احنا مش عارفين هم كانوا فين اصلا، يعني هم المصريين كانوا قاعدين فين، بس واضح ان ده حصل. فلما الناس اللي ما ماتوش في الكارثة اللي حصلت او في الكلايمت تشينج اللي حصل في مصر، وارد ان هم الناس اللي كملوا يعني بعد اللي حصل ده، بعد الكارثة اللي حصلت، يكونوا هم اللي ابتدوا يدوروا هيعيشوا ازاي. بمعنى ايه؟ احنا دلوقتي قاعدين في مكان جاف، ما فيش مية، ما فيش مش عارفين هنعيش ازاي من غير مية. فقرروا ان هم ينزلوا يلفوا بقى يدوروا على مية، زي البدو بالظبط، اللي هم الرحالة بيقعدوا يلفوا لغاية ما يلاقوا مكان فيه مية يستقروا فيه، يحفروا بير، يفضلوا قاعدين لغاية ما المية تخلص. بعد كده يشدوا الترحال بتاعتهم وياخدوا الجمال وياخدوا الخيم والستات ويمشوا يحاولوا يتعقبوا اي اثر لمية ويستقروا تاني في مكان فيه مية. فممكن يعني ده احد السيناريوهات اللي قد تكون حصلت. الكلام اللي انا بقوله ده طبعا مش كله موثق، بقول لكم ان ده قد يكون حصل، يعني مش اكيد ان هو حصل او ما حصلش، بس دي احد الشروحات يعني اللي احنا ممكن نقولها. طيب ايه اللي حصل ساعتها؟ اللي حصل ساعتها ان وارد جدا الناس وهي بتدور على المية شافت النيل بالصدفة، والنيل ده كان بداية الحضارة كلها.
الفترة اللي قبل دي كانت كل حاجة ليها علاقة بالحيوانات، يعني كل حاجة عملوها كانت ليها علاقة بالصيد وليها علاقة رسومات الحيوانات بقى. أي حاجة لقيناها، أي باليت لقيناها، أي بيسموها صلاية بالعربي، أو أي قطعة حجرية لقيناها، أو أي فازة، أو أي حاجات زي الحاجات اللي هنشوفها دلوقتي. دي كانت حاجات كل اللي مرسوم عليها حيوانات، يعني هم علاقتهم كانت بالهانتنج، أو علاقتهم كانت بإن هم يروحوا الصحراء يمسكوا حيوانات يصطادوها ويشوها وياكلوها ويقعدوا يبصوا للسماء. فاتكون عندهم بعد فترة كده، اتكون عندهم معرفة قوية جدا بالنجوم. عشان كده الناس اللي عايشين في الصحراء تلاقيهم بيمشوا بالنجوم، يعني يقول لك النجم ده نجم كذا، احنا هنمشي كده يبقى احنا كده بنتجه ناحية الشمال. بتبقى بتستغرب قوي يعني ازاي الناس دي عارفة النجوم. تخيل الواحد قاعد طول الليل ما بيعملش حاجة غير انه قاعد يبص للسماء، فبيعرف مكان النجوم ايه، ودي المجموعة النجمية اللي اسمها كذا. وبعد كام ألف سنة بيبقوا عارفين بقى المجموعة دي بتيجي من الحتة دي للحتة دي في كام ألف سنة. الحتة دي فيها مجموعة اسمها مثلا برج الثور بتتحرك كل 10,000 سنة. الحتة دي فيها النجم الجبار اللي هو بيسموه بالإنجليزي الأوراين. فلما نيجي نبني الأهرامات نبنيها وفقا للأوراين ده. لا، هنا برج الأسد هيخش في الحتة دي في 10,000 قبل الميلاد ولا 10,500، فنبني بناء عليه الريفلكشن بتاعه أو الانعكاس بتاعه في الأرض نبني أبو الهول، وهكذا. فالموضوع كان سلس بالنسبة لهم، لأنه واضح إن هم كان بقالهم كام ألف سنة حلوين شغالين في القصة دي. احنا دلوقتي هنشوف التغيرات اللي حصلت من عصر ما قبل الأسرات، أو العصور اللي بنسميها ستون ايجز، أو العصور الحجرية المختلفة، ونشوف الحاجات كان شكلها عامل ازاي، وبعد كده هنشوف الحاجات شكلها اتغير ازاي. يلا بينا نبص على الحاجات دي. رجعنا لكم، واحنا هنا دلوقتي موجودين في متحف الحضارة، وده أقدم هيكل عظمي لقيناه لغاية دلوقتي، موجود في مكان اسمه نزلة خاطر في سوهاج. فالناس اللي من سوهاج تجمع بقى يا جماعة. بصوا معانا السنان، يعني ما شاء الله الناس سنانها بتسوس دلوقتي وبتروح وهم في العشرينات وبيركبوا سنان، وده الراجل سنانه زي الفل يعني ما شاء الله. وشايفين العظم بتاعه كله، يبدو شكله وحجمه ان هو شخص طبيعي يعني زي حجمنا. ما عندوش مثلا ايديه طويلة شوية، رجليه طويلة، دماغه حجمها اكبر، لا يعني يبدو شكله نفس شكل الناس اللي موجودين دلوقتي. الراجل ده بقى امتى يعني بيعود لامتى في التاريخ؟ ده معمر ما شاء الله، ده 35,000 قبل الميلاد. يعني لما حد يقول لك 3200 ده بداية الحضارة اقول له لا معلش، يعني ده راجل هيكل عظمي لقيناه 35,000 قبل الميلاد. فمعقولة الراجل ده يكون عايش في غابة؟ هيكون عايش فين؟ اكيد مع ناس عايشين، اكيد بيعملوا حاجات. واضح انه ما كانش فيه لغة مكتوبة في الوقت ده، او كان فيه لغة ما واندثرت ما نعرفش. فتعالوا نبص على التطور اللي حصل لحتى موضوع الهانتنج او صيد الحيوانات. بصوا الادوات الحجرية شكلها عامل ازاي. الادوات الحجرية بقى اللي كانوا بيصطادوا بيها كل حاجة كانت من الحجر، يعني كانوا بيصطادوا الحيوانات من الحجر وبيقطعوا بالحجر، لما ابتدى يكون في حبوب او حاجة استخدموا بقى الحجر برضو. هنلاقيهم شوية شوية شكلهم بيبقى ألطف وبيصغروا في الحجم. بصوا شكلهم عامل ازاي، بيصغروا جدا لغاية ما شكلهم بقى عامل شبه السنان اللي بتتحط في الحاجات اللي بيصطادوا بيها. يعني مش بقى ما بقوش بيصطادوا بقى بيروح واخد سكينة كده ولا بلطة. فبدل ما كانوا بيضربوا مثلا، بدل ما كانوا بيضربوا الحيوان بالحجر ده يروح الحيوان ميت، لا ده بقى في عدة صيد بقى، وبقى ليها شكل وبقى ليها شكل مختلف، وشوية شوية بقت تصغر عشان ما يشيلوش حاجة كبيرة هما ماشيين رايحين يصطادوا. بعد كده الحاجات السنان دي بقى والظاهر بيركبوها في حاجات تاني، معدات بيستخدموها في الصيد. وكل شوية بقى الأدوات دي كان بيبقى شكلها أصغر وأدق. فده التطور اللي حصل في العصور الحجرية المختلفة اللي هي استمرت وقت طويل في العالم كله مش بس في مصر، وتاريخها معروف. لما ابتدوا يعملوا السكاكين بقى، بصوا السكاكين دي شكلها عامل ازاي. عمرنا ما شفنا سكاكين من الحجر، بس هي سكاكين من الحجر لان ده برضو عصر حجري. شايفين السكاكين شكلها وليها ايد وشكلها مقوس كده عشان تقطع بشكل معين. والسكاكين الصغيرة اللي تحتهم هلف لكم كده عشان نشوفهم. ودي برضو بتاع الحجر دي اللي كانوا بيطحنوا بيها الحبوب. لقينا منها اشكال والوان واحجار مختلفة جدا،
ودي في اماكن لغايه دلوقتي بتستخدمها بالمناسبه في طحن الاحجار، طحن الحبوب قصدي. بصوا السكاكين الصغيره، في سنان طبعا صغيره مش هتبقى باينه قوي في الصوره، بس طبعا بنتكلم على حاجات قديمه جدا، يعني كام الف قبل الميلاد. فالموضوع يعني ايه، الموضوع عندنا من زمان. بصوا الحاجات، الادوات الحجريه. لما ابتدينا نقول يا حضاره احنا عارفينها، اللي هي حضاره منطقه في الصعيد اسمها نقاده، او حضاره نقاده الاولى والثانيه، واماكن تانية برضو قريبه منها. بصوا ابتدينا نعمل بقى اواني، ابتدينا نعمل حاجات مرسوم عليها رسومات. بصوا ركزوا معايا في الرسومات بقى اللي مرسومه على الاواني دي. شايفين الناس شكلها عامل ازاي؟ شبه لما يكون عندك طفل صغير وبيرسم اطفال او بيرسم اشكال ادميه، الثلاث بني ادمين اللي واقفين جنب بعض فوق وتحتهم حاجه شبه السلم كده. ورا كده حاجه البتاعه اللي نايمه دي، بالمناسبه دي حجمها مثلا قد ايدي، يعني دي مش حاجه كبيره، انا مكبراها بس في الصوره. حاجه شبه الجزره تحت كده، والخطوط دي شبه اللي هي خطوط الميه. حتى في الحروف المصريه القديمه الان اللي هو حرف بيمثل الموجه، ده كان شكله كده شبه الموجه. شايفين الخرتيت ده؟ ده إناء على شكل خرتيت. طبعا مش هقول لكم انه ده حيوان من اكتر الحيوانات اللي كانت موجوده في مصر زمان، ومفيش مقبره او منظر على معبد او في اي مكان يخلو من الشكل ده. بصوا وراه بقى، دي معرفش دي سمكه ولا دي مثلا فرخه نايمه على ظهرها، ولا دي ضفدعه ولا ايه. بصوا فوقيها موجود حاجه شبه البقره، اللي وراها برضو حيوان ضخم كده يبدو ان هو بقره او طور. اللي فوق ده مش عارفه بقى ادوات اللي كانوا بيصطادوا بيها ولا كانت عباره عن ايه. يعني الرسومات برضو مش واضحه قوي عشان نقدر نقول دي رسومات ايه، بس هي كلها زي ما بقول لكم ريليتد تو اشكال حيوانيه، اشكال بقى حيوانيه مختلفه. ورا بقى شايفين الحاجات اللي ورا دي؟ الحاجات دي بقى يعني قبل الاسرات على طول، يعني قبل 3200 على طول. فبصوا اشكال سمك، عارفه ده مثلا طائر ولا ده. بصوا شكل الطائر عامل ازاي، بصوا شكلها عامل ازاي، واللي جنبها. دلوقتي الجزء اللي ورايا بقى لما ابتدينا نعرف الزراعة، يعني بصوا كده دي ادوات زراعية. لما ابتدينا بقى يبقى في مية طول الوقت، مش مية بقى عصر مطير، يعني مش مية طوفان ولا مية عصر مطير، لا مية مية نشرب منها ومية نزرع منها، مية ما تغرقناش طول الوقت، مية موجودة طول الوقت نعرف نستخدمها. وكمان أرض تسمح بأننا نستخدم المية دي، يعني أرض تسمح إن احنا نزرع، مش قاعدين في الجبل في كهوف عشان بنروح نصطاد الحيوانات ونرجع، فمش هينفع نزرع في الجبل. فأول ما المية ابتدت تبقى موجودة طول الوقت اللي هو غالبا يعني نهر النيل، ابتدينا نعرف الزراعة، ابتدينا الحاجات اللي ورايا دي، ابتدينا بقى نعرف الزراعة، وابتدينا يكون عندنا أدوات زراعية، وابتدينا يكون عندنا حبوب، وابتدينا يكون عندنا قمح، وابتدينا يبقى عندنا خضار وعيش، أنواع مختلفة من العيش وأنواع مختلفة من الكحك والحاجات دي. بعد ما شفنا الحاجات اللي احنا شفناها دي، شوية صغيرة من الدلائل اللي احنا ممكن نتكلم عنها واحنا بنتكلم عن التغيير اللي حصل، اللي احنا متوقعين ان هو المفروض يكون حصل في مصر وفي حتت تانية من العالم، مش بس في مصر. يعني دلوقتي ابتدوا يكتشفوا حاجات في تركيا، حاجات في أماكن مختلفة في أمريكا اللاتينية، وكمان حتت في أوروبا، حاجات كمان في حتت في الجزائر في كهوف كده قديمة، ابتدوا يلاقوا حاجات بتدل إن كان في حياة يعني من كام ألف كده قبل الميلاد، بس أرقام كبيرة، يعني مش بنتكلم في 3000 والأرقام دي. فأنا حبيت بس يعني أنور على حتة كده مش ناس كتير بتبقى مركزة معاها، ألا وهي إنه بداية الحضارة ما كانتش 3200، لا احنا كان عندنا حاجات قديمة جدا. وزي ما قلت لكم ان في حاجات بترجع من 8 ل 10000 قبل الميلاد، زي مكان قريب من اسوان اسمه نبتة بلايا، ده اقدم مرصد فلكي واقدم مكان كانوا بيعرفوا منه انه، والحاجات مظبوطه جدا، يعني حاطين الحجاره بشكل معين مظبوط جدا، بيعرفوا امتى بدايه الفصل الربيع والصيف والشتاء والحاجات دي كلها.
فحبيت بس أقول لكم إنه يعني إيه، وارد الكلام اللي أنا قُلته ده ما يكونش بشكل واضح جدًا حقيقي، بس يعني it makes sense اللي هو إيه، يعني نفكّر فيه بشكل منطقي. آآ ممكن تكون الدلائل اللي أنا قُلتها دي موجودة، بس الواقع كان حاجة مختلفة عن اللي أنا قُلتها، بس ممكن يكون حاجة قريّبة منّه أو مش قريّبة. طبعًا إحنا يعني 3/4 الحضارة بتاعتنا للأسف مصادرها مش موجودة، فإحنا بنقعد نعمل نظريات ونفكّر، بس إحنا بنحاول نطرح الأمور بشكل منطقي. أتمنى الحلقة النهارده تكون عجبتكم وتكون كانت ألقت الضوء على نقطة مش ناس كتير بتتكلّم عنها، وأنا كنت معاكم كاترين مرشدة سياحية بالعربي، شكرًا جدًا ليكم.